صباح الخير حبايبي، شلونكم؟ صباح الحب والسعادة على قلوبكم حبايبي الحلوين. شلونكم؟ شلون صحتكم؟ عساكم بخير إن شاء الله. وحبيت أشكر ضيوفي الكرام ومشتركين الجدد، وأهلا وسهلا بيهم، وأرحب بهم على عيني وعلى راسي، وأشكرهم جزيل الشكر اللي يدعموني بهاي قناتي من لايكات ومشاهدات ومشتركين وتعليقاتهم الحلوة، وأشكرهم جزيل الشكر وألف رحمة على والديهم. حبايبي هنا حبايبي مثل ما شفتوا قعدت الصبح سويت الريوق لأن أنا وحدي بالبيت، الكل بالدوام. تريقت وبعدين قمت سويت الغدا على أساس أسوي الغدا ريزو، بعدين غيرت سويته برياني. هنا نقعت التمن مقدار تقريبا قلاصين تمن، وهنا حركت الزيت وراح أضيف عليه الشعرية اللي راح أسوي التمن كبس مو بزل للبرياني. هنا حمست الشعرية وراح أضيف التمن والملح وأخليه يستوي على راحته، ورا ما يخلص مية راح أنصيه وأعوفه. هنا ضفت التمن وراح شوية حمسة قليلة وبعدين أضيف له المي، ولو هو بيه قليل من المي. هنا ضفت له الملح وراح أضيف له المي وأتركه، أغطيه وأتركه وأبدي أسلق بالدجاج. خليت لقلي هذا الدجاج اللي أني متبلته قبل يوم على أساس أسويه ريزو، بعدين اختلف الوضع سويته برياني. فكل التوابل ما ضفت له أي توابل غير قطعة من ماجي الدجاج بالحمس، لأن هو بيه كل التوابل. هنا ضفت له قليل من المي وورا ما ينشف ها بهالشكل حمسته، وضفت له قطعت له راس بصل وخليته وياه حمسته، وسلقت الجزر وثرمته ناعم وأضيفه وياه، وبتيته هم ثرمتها ناعم وبس قليتها على جهة وضفتها على الحشوة. وراح أجمع الحشوات كلهم بهاي الطاوة، وأضيف مثل ما قلت لكم قطعة من الماجي عليه لأن هو بيه توابل هواي الدجاج. حبايبي هنا جمعت الحشوة كلها وحمست الجزر ويا اللحم، وراح أضيف البوتيتا اللي قليتها على جهة وياه وأحمسهم سوا، وأضيفه بعدين على التمن اللي سويته اللي طبقته هو الشعرية. حبايبي التمن خليت له بهارات مال برياني، مثل ما شفتوا نسيت أذكر لكم إياها. البهارات هي بهارات برياني ضفتها على التمن وقليل من الهيل، انطى طعم كلش طيب. هاي البوتيتا قطعتها بهذا الشكل يعني صغار مو حيل كبار. وهنا عندي التمن بدأ يفور، ينضفت له المي ورا ما ينشف عوفه يتهدر على راحته، وبعدين أضيف له الحشوة، أطبق عليه الحشوة وأتركه. هنا ضفت قطعة من الماجي عليه وراح أغطيه وأعوفه، وبعدين أجي أقلبه وأضيفه على التمن. هنا ضفته على التمن الحشوة كلها. وسهمنا وسهمكم ألف عافية. هنا حبايبي حضرت الحشو مال الدولمة. أنا دائما أقول لكم مقاديرها وشنو اللي يخلي عليها، فما صورتكم المقادير. وعجنت الكباب هنا ما عندي كان سلق، عندي قرنابي العفو لهانة. هذا الورق مالتها خليت مي على النار وتقريب يعني أقل 5 دقايق خليت الورق اللهانة على مود تذبل لأن هي شوية تصير قوية مو مثل السلق. وهنا سويت جزر طماطة باذنجان بوتيتا يعني بصل وياهم سويت. هنا خليته جوه يعني بالجدر خليت هاي مال اللهانة وبصل وجزر، وهنا لفيتها
على ثاني يوم، لأن دائما أقول لكم أسوي الدولمة أجهزها قبل بيوم. وهنا هاي خليتها على النار، وهذا غدانا وسهمنا وسهمكم مليون عافية. والله بنات طلع طعمها كلش طيب. انتم هي الدولمة بيها يعني مو شرط، يعني اللي حسب رغبته يريد يخلي لها توابل هواي، دبس الرمان، اي شيء. انا دائما اسويها حامض حلو، يعني اضيف لها قليل من الشكر. يعني ما نحبها حامضة، لا لازم اضيف لها شكر. هنا حبايبي عندي الشلغم والشوندر، ثرمته هيجي، سويته أصابع وسلقته على النار، يعني قليل مو هواي. ليه راح أسويه طرشي. اشتهينا طرشي الأحمر. هنا أنا رتبته بهالشكل بهاي السطلة، قسم شوندر، قسم شلغم، قسم شو يعني هيك، خليته شلون الطوابق. وخليت ملح خشن على المي مال الشوندر ورا ما برد. وخليت له العفو خل أبيض، وخلطته سوا وضفته على السطلة. ورا يومين استخدمته، والله طلع طعمه كلش طيب مقرمش. هنا هذا خليت هاي ورا ما انطيت البنتي والجارتهم حيدر، وطلع طعمه حيل طيب والله. أنا كل مرة أسوي الطرشي لا بخل التمر، أنا هالمرة لا سويته أحمر، يعني بخل الأبيض. طعمه كلش طيب. وهنا عندي الفاصوليا، كمية من الفاصوليا نقعتها بالليل وسلقتها ثاني يوم، وصفيتها بردتها وعبيتها بأكياس وخليتها بالمجمدة. شوي كنت ما نشتهيها نطلع لنا واحد من ذني الأكياس ونطبخها، يجينا خطار هاي. فدائما هيجي أسوي، يعني أجمد أخلي بالمجمدة، أفرز دائما يعني. ولا تنسوني بالله يكون الاشتراك، ومع ألف سلامة حبايبي الحلوين.